النهارده عملت تغيرات في بيتي، حبيت اشارككم بيها. لو بنوته بتجهز تاخد افكار، لو متجوزين تحبوا تجددوا بابسط الحاجه. شريط الليد ده المتر منه ب 12 جنيه وفي منه ب 25، اللي هو بيكون لمبتين. الناس اللي تحب تغير من شكل ديكور المطبخ بتاعها ممكن تجيبوه كام متر كده وتعلقوه كده تحت المطبخ. طبعا ده كده شقتي بعد ما فهمت وعرفت حاجات كتير قوي، وشقتي قبل ما افهم ان انا كنت عامله الليدات دي كلها كانت احمر وازرق. فبجد انا ما انصحش حد يعمل الالوان دي خالص، ولا حتى في الحيطان الالوان دي نهائيا. الحيطان تتعمل يا كافيه لاتيه يا رصاصي اللي هو الجري موحد، يا اما ابيض اللي هو اوف وايت. والليدات لو هتعملوها 3 الوان، اللي هو التلجي والابيض واللي هو الاوف وايت، بيبقى 3 اضاءات. طبعا انا اللي كان عامل لي الكهربائي بتاع شقتي ما كانش احسن حاجه، كان موصل حاجات كتير قوي عشان اشغل اللمبه بتاعه الريسبشن او بتاعه الركنه، كان لازم اشغل السفره كمان معاها الاثنين بكوبس واحد. طبعا شفت الاضاءه بتاعه الليدات القديمه كانت احمر، ودي كده الجديده اللي انا هركبها وهتشوفوها دلوقتي. بعد ما ركبت الليد اللي هو دوت، رجعت شلته من تاني وركبته في جزء تاني يعني. بس قولوا لي رايكم، كان هنا احسن ولا في الجزء التاني اللي هو الجوه في المطبخ احلى؟ هوريكم الفينش كله وكل حاجه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، عايزاكم تستنوه وهوريكم انا عملت ايه بكل التفاصيل. النجف بتاعي مش وحش، بس في احسن منه نازل موضه، مش اللي هو بقى فيه سراس والحاجات دي، لا في اللي هو الفروع اللمبات الطبيعيه اللي طالعه بتبقى بجد حلوه قوي. اما الاباليك دي برده مش وحشه وجميله قوي، هي بالنسبه لو هتقربوا منها كده الفيديو، او لو انا كنت قربتها لكم، فيها كده رسومات غريبه بس حلوه جدا. وهنا ده شكل السقف بتاعي بعد ما عمل لي الليد، وعمل لي كمان اللي عملت شريط ليد. الشريط ده العادي خالص اللي هو المتر منه ب 22 جنيه او ب 12 جنيه. في يا صباح القمر وصباح النشاط وصباح الطاقه الايجابيه والرغوه. النهارده عايزاكم كلكم سريعا كده تنزلوا تعملوا لي لايك عشان الفيديو بتاع النهارده دمار ونار، هنلم كل الرفايع اللي علينا. صلوا على النبي، اعملوا لي سبسكرايب لو اول مره تشوفوني، واعملوا لي فولو من الفيسبوك برده لو اول مره تشوفوني. وعايزاكم كلكم كده تشجعوا ونشاط، وبعد الفيديو ده تقفلوا التليفون فورا وتقوموا تخلصوا اللي وراكم. مش هطول عليكم، فيديو النهارده مبني على الفيديوهات اللي فاتت كلها، فتعالوا بقى النهارده اخر فيديو معانا، والفيديو اللي جاي هفرش، فتحمسوا زي ما انا متحمسه على نار. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده يكرمكم بكل حاجه بتحبوها وينصر فلسطين ويدي كل اللي عايز بيبي. يا رب اللي يحط لايك يا رب يكبر خاطره باي حاجه حلوه ان شاء الله. يلا بينا نبتدي. يا ترى صليتوا على النبي ولا لسه؟ صلوا بقى على النبي. وتعالوا دلوقتي اقول لكم انا بعمل ايه او بستمتع ازاي وانا بعمل الشقه بتاعتي. بصوا بقى، اهم حاجه في الاستمتاع في اليوم بتاعكم الرغوه. حطوا رغوه كده كتير، حبه برستيل جل من عند اي حد بتاع صابون وكلور ان شاء الله، حتى ب5 جنيه او ب5 جنيه صابون على كلور على شويه معطر على ديتول بتاع الارض، هيديكم كده خلطه حلوه. هاتي كروانه حطي فيها شويه ميه، وحطي كده المكنسه بتاعتك وخشي خشي خشي في الارض كلها. طبعا انا كنت مغطيه الركنه بتاعتي كلها عشان انا شايله بقالي بتاع اسبوعين او 3 اسابيع. وطبعا انا اتاخرت واول مره اطول في المده اللي انا شايله، عشان انتوا عارفين ان احمد عامل حادثه، وكمان بعمل حاجات كتير وبنزل وبيتي مفهوش اي حاجه، فبضطر ان انا انزل كل شويه اجيب اكل فطار غدا، فده لوحده بياخد من وقتي، غير لما بتكوني جايبه حاجتك بالشهر وسايباها في البيت تطلعي من الثلاجه وتعملي على طول، او من بالليل بتكوني عارفه انت تعملي اكل ايه بكره فبتطلعي. ان شاء الله باذن الله باذن الله نفرش شقتنا، وعلى طول جاري هنزل اجيب معاكم المشتريات بتاعتي. لاول مره من ساعه لما اتجوزت من 3 سنين بشيل الشبابيك دي. هتقولي يا ديدا طب انت سايباها كل ده ليه؟ ما تشيليها او غيريها. بصوا يا جماعه، الالمنتال دلوقتي بقى غالي، ممكن الشباك بتاعي ده يخش له في 15,000، وانا نفسي ربنا يكرمني بشقه كده جديده وحلوه، وشقتي الحمد لله جميله وانا راضيه بيها، بس نفسي اكبر واوسع واخد حتى كده في عماره كويسه برضو، تكون الشارع بتاعها نظيف. برغم ان احنا قافلين باب العماره، برغم ان في ناس بتيجي تخبط عليا وده بيعمل لي مشكله عشان احمد بيتضايق. يعني في واحده جت قبل كده خبطت، وانا عارفه ومتاكده ان هي عارفه بيتي وعارفه ان انا فريده، جت بصت كده شويه وسكتت، في الاخر قالت لي بيت حبيبه. قلت لها لا، كسفت ان هي تسلم عليا وتقول لي ان انا جايه اسلم عليكي، ومشت. ولدين صغيرين وتاني 3 اولاد صغيرين وبنتين، فبجد يعني ايه الموضوع ده بيضايقني، وبيجوا ساعات ينادوا تحت البيت. المهم ان شاء الله نجيب كل اللي نفسنا فيه، وانتوا كمان ربنا يرضيكم بكل حاجه. مسكت بقى كده الشبابيك، اول مره اعملها بالمكنسه وريحتني جدا على فكره. كنت عندي ان انا ممكن اشيل طبعا الشباك ده بس هيبقى تقيل عليا، وكنت هبهدل على ما اركبه. انا شلت معاكم الشباك بتاع اوضه النوم وغرفه الاطفال وخلصت كل حاجه، ودي كده اخر حاجه معايا. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنفرش مع بعض. عايزاكم بقى كده تحمسوا وتتشجعوا، وعايزاكم تقوموا تخلصوا. لو في حد لسه ما ابتداش قوموا، بجد بكون مبسوطه للناس اللي على الفيسبوك
الفيسبوك والناس اللي على اليوتيوب اللي بيقعدوا يقولوا لي شجعتينا يا ديدا، وانا قمت حالا دلوقتي. قوموا خلاص ما فيش وقت. لما تيجي تختاري الدهان بتاع الحيطه بتاعتك غير ان انت تختاري فاتح، اختاري الدهان يكون كويس ويكون بيتغسل عشان خاطر لو في اي بقع ولا اي حاجه ينضف معاكي بعدين. ولو احسن لك واحسن حاجه ان انت تعمليها هو الكمبيوتر، هو بيكون غالي شويه بس بجد الحاجه بتتعمل مره واحده. لما اتجوزت ما عملتوش كمبيوتر زي ما قلت لكم كتير ان انا كنت بوفر وقتها لاحمد وما عملتش حاجات كتير جدا. حتى دولاب المطبخ اللي بجد متعبني دلوقتي قوي ومضايقني، انا لو دلوقتي يرجع بيا الزمن هعمل فيه حاجات كتير خالص. بس طبعا كلمه يا ريت ما بتعمرش بيتي، فاللي نقدر عليه نعمله وما نأزمش نفسينا. مسكت بقى كده الجردل الميه وابتديت بقى ان انا غسلت كده الحيطان ونورت معايا شويه، وبقى مسكت كده كل الخشب. بصوا غرق حميته. الروايح كانت خطيره عشان انا كنت حاطه برستيل جل، وحتى برستيل جل ده سايب على فكره، مش اللي هو المستورد، سايب الناس بتعمله يعني عندها فمسمينه برستيل جل، لاني برستيل طبعا واريال مقاطعه فهو مسمينه كده. يعني هو مسحوق جل عامه من عنده بطول، بيبقى حلو قوي. الكيلو ب 15 جنيه، ممكن تجيبه 5 جنيه، بريحته جميله. وحطيت معاه كمان شويه مسحوق اوكسي ورغيتهم كده وبقيت اكب كده على الشيش. بصوا الريحه كانت جميله جدا كده ومطريه كده في المكان وداخله على انا مش من الناس اللي ممكن بحب الكلور قوي اشتغل بيه، بيعمل كده ريحه مش مستحبه في ايدي وكمان في بعض الحاجه، فبحس ان هو اصلا مش بيفيد. يعني ممكن بينضف شويه بس لا، ممكن نستخدم حاجه بديله اللي هو المسحوق الجل دوت انا بقول لكم. يعني كنت ببص عشان كنت حاسه ان انا كبيت ميه على حد، بس الحمد لله ربنا استرها معايا. كميه الراحه بقى في الطراوه اللي داخلالك من الشباك. خلصنا بقى الشباك وكده بالنسبه لي اهم حاجه خلصت في المكان كله. الارض ما بتاخدش ثواني كده معانا، والموبيليا كده كنا لسه مسحينها مع بعض من قريب. اهم حاجه كده ان احنا ننظم الافكار قبل ما نخلص. مسكت كده كبطانه قلت انشف برده عشان خاطر لو في حته تراب انا ما خدتش بالي منها ما نزلتهاش، وفي نفس الوقت عشان ما ينفعش الخشب يكون عليه ميه ويشربه، لان ده مره على مره بيخلي الخشب يبوش وممكن يفرقع لا قدر الله، عشان خاطر ممكن كمان يسوس. تعالوا بقى دلوقتي ندخل على الارض. ده كده المنظر اللي بعد اللي ورا الكنبه. بصوا كاني ما بنضفش، كاني ما بعملش اي حاجه، بس هيفيد بايه؟ ندم ولا اي حاجه. برضو هسيح كده ترابيزه الشاشه دي وهي عمليه جدا ما شاء الله، وفي اللي هي بالرجول واقفه زي بتاعه اختي مي جميله برضو. تقدروا تعملوا دي او دي كده من ورا انا عامله لها سكن كده يرفعها ما يكونش نازله، يعني عشان اقدر ان انا احركها وما تكونش تتزنق في الحيطه تتخرش او يحصل لها حاجه. طبعا كان فيها تراب برضو وراها وكان فيها شويه حاجات، بس انا من التصوير ما جابش كويس فجريت كده الحته دي. رجعت بقى تاني الانتريه كله او الركنه بتاعتي مكانها. واحسن حاجه مريحاني في الركنه بتاعتي ان انا عاملاها عموله طبعا وعاملاها بوكس. طبعا العموله مش بيبقى احسن حاجه في اغلب الوقت، وبالذات لو عملتيها عند حد مش كويس، وساعات بيكون كويس. بس هو الركنه طلعت حلوه معايا، بس ما طلعتش بنفس الشكل اللي انا عايزاها قوي، بس هي حلوه يعني وجميله وعمليه على فكره جدا عن الانتريه. اكبر همين بقى على قلبي هو الشباك والركنه ورا ترابيزه الشاشه، دول اهم حاجه عندي، بيكونوا تقال جدا. فاحنا كده خلصنا جزء كتير. هنمسك دلوقتي الارض نسيقها وندخل بقى التويليت دلوقتي، نمسك الشبابيك بتاعتنا نغسلها غسله كويسه، ونغسل الحمام بتاعنا عشان ان شاء الله الفيديو اللي جاي خلاص هفرش وانا عايزاكم كمان تفرشوا. يبقى كده ان شاء الله. انا مش عارفه الوقفه اليوم الاحد ولا الاثنين، فيا ريت تقولوا لي، بس هي غالبا هيكون الحد الوقفه والعيد الاثنين، عشان ان شاء الله كده خلاص. وننزل مع بعض نجيب شويه المشتريات بتاعتنا ونشوف برضو هنعمل ايه. انا بيتي فاضي مفيهوش اي حاجه، يعني مفيش خالص، يعني ولا رز ولا مكرونه ولا خضار، لا في خضار بسيط يعني، ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه خالص. طبعا الحمد لله كله ستر من ربنا وخير. فهننزل بقى نجيب مع بعض نشوف. هنا بقى قلعت السليبر، قلت خلاص ما بديهاش، انا حاسه ان انا هتدحب على وشي. عايزه اقول لكم ان انا الاول ما اتجوزت كنت باخد 1000 جنيه. الرز كان عامل وقتها 6 جنيه كيلو، والوراك كانت عامله الكيلو ب35 والفراخ الكيلو ب32. انتوا عارفين دلوقتي يعني حاجه كده بقى لها داخله في سنه او اقل من سنه بالاسعار دي. الرز كان ب6 جنيه بقى دلوقتي ب25 و27 و30. الوراك اللي كانت ب35 دلوقتي ب120. فالدنيا غلت خالص. وطبعا عشان الدنيا بتغلى لازم برضو احنا نزود، مفيش حاجه بتفضل على حالها، وزي الانسان بالظبط. والانسان بياكل بيكبر بيتخن بيرفع سنه بيكبر، مفيش حاجه بتفضل على حالها خالص. فكل حاجه والزمن والوقت بيتغير، مفيش حد بيفضل على 1000 ولا 2000 ولا 3. انا دلوقتي مثلا لو باخد 3000 جنيه في الشهر، يمكن بعد سنتين تاني الدنيا هتغلى تاني، مش هيثبتوا على حالهم ولا هيسيبونا في حالنا، هتغلى تاني. وبالتالي هنبتدي برضو اللي احنا مصروفنا يزيد، لان المعيشه بتكون طبعا 3000 جنيه يعملوا لو هنمشي على قدنا قوي.
فانا دايما بزود فلوس من معايا. لازم اقف طبعا جنب جوزي واساعده في حاجات البيت، واجيب الحاجه اللي ناقصه البيت، واجيب حاجات لابني برضو عشان من حقه ان هو ياكل كويس، ويجيب حاجات يعني تكون نفسه فيها، زي الحاجات اللي هي السناكس البسيطه، بسكوتات، شيبسي كده، يعني اللي هو برضو ما يكونش مقاطعه، شويه كده مقرمشات، الحاجات دي كلها. مسحت بقى الباب بتاعي ملمع الخشب ده، قلت لكم كتير اللي هو حلو قوي. ومسكت بقى الشباك بتاع التويلت، كان فيه كميه تراب كتيره قوي، مسكتها برضو غسلتها. يا جماعه بجد انا حسيت براحه غير طبيعيه النهارده بالذات. النهارده وصلت لاخر حاجه انا كنت طبعا انا من فتره كنت شايله معاكم مسطره التويلت، وكمان سكت السجاده بتاعه التويلت بتاعه الارض، وكل ده اتغسل وديته مغسله العيد اللي انا كنت عامله لكم عليها ريفيو. وقلت لكم ان هم بيغسلوا بجد غسيل حلو قوي، بيحطوها كمان في مكنه تعصر، وبعدين بيحطوها كده في الدور ال 13 على الشمس عشان تفردهم. فانا وديت حاجتي وغسلت في البيت اللي اقدر عليه، الحاجه اللي هي مش نظيفه قوي وديتها لهم، والحاجه ان انا اقدر اغسلها في البيت غسلتها. في نفس الوقت في حاجات ممكن تاخد مجهود مننا، واحنا صحتنا مش ببلاش، فلا هتدفعيه في المسحوق وهتدفعيه في الميه والكهرباء والموتور اللي تسحبي بيه الميه، فلا ادفعيه في المغسله وريحي نفسك. وكمان الحمد لله البطاطين كلها واللحافات وكمان اتكيسوا كلهم وجايين كده ملمومين وشكلهم خطير جدا. التويلت بقى حطيت كلور جل عشان خاطر الحيطان عندي اسود، لاني انا المنضغ بتاعي برده كان اسود ساده، مش اسود فابيض، كان اسود ساده، فالاسود كان مجير خالص يعني في التويلت. فحطيت شويه كلور كده مع المكنسه، وابتديت بقى غسلت كله ورجع كل حاجه من تاني زي الفل. هنا كنت بستخدم الشطاف او الدوش الصغير بتاعه القعده، فكنت كل شويه اقفل وافتح عشان ضغط الميه يعلى ويطول فوق. مسكت بقى كده الشبابيك كلها غسلتها غسله نضيفه. يلا بقى لو لسه حد قاعد فيكم حالا بعد ما تشوفوا الفيديو بتاعي ما تشوفوش فيديو اي حد تاني، اقفلوا التليفون وقوموا خلصوا جزء من اللي وراكم، ولما تحسوا ان انتوا تعبتوا خلاص وقفوا اعملوا الغدا بتاع اليوم بتاعكم وقوموا. بصوا يا جماعه الشبابيك منزله تراب قد ايه، شوفوا كده، قوموا كده امسكوا ايديكم وحطوها على الشبابيك. لو لقيتوها نظيفه خلاص، لقيتوا عليها تراب يبقى اعرفي ان انتي مهمله، سيبيها اللي في ايدك حالا وقومي اعملي اللي وراك. صحي ضمير قلبك اللي جواكي وخليه يقولك قومي واصحي، كفايه بقى كسل وكفايه قعاد، مفيش وقت. ادعي بقى دعوه حلوه، قولي يا رب يا دي يديكي الصحه ويقويكي، لان يا جماعه انا بقيت بفلسع منكم من اليومين دول، عندي دوالي في رجلي وتعباني قوي من ساعه لما كنت بشتغل، فدي دوالي اثار الشغل، كنت واقفه 12 ساعه في 12 ساعه، فالحمد لله. كنت تعبانه خالص اليوم ده، عملت حاجات كتير برغم ان انتم ممكن الفيديو يكون 15 او 16 دقيقه، بس والله العظيم اخد مني وقت كتير، ما بين ان انا بعمل لكم الشغل ده، ما بين ان انا بحضر فطار، محضر غدا، شوف سجوده عايز ايه، بيزهق بس بيصعب عليا، بيقعد على التليفون كتير، بشيل منه التليفون بيزعل، بقعد اتكلم معاه، فمضغوطه. ان شاء الله هحاول بعد العيد باذن الله اوديه كده حضانه حلوه. الفكره عندي والمشكله في الحضانات هي مشكله الباص، اغلب الحضانات كلها مش بتودي بباص، واللي بيودوا بباص بياخدوا 2000 و3 في الشهر، فبجد بيكونوا غاليين جدا ومصروف تاني. فكره ان انا ان شاء الله حابه ان انا ادخل مدرسه اللي هي رضوان، فحد لو جرب مدرسه رضوان على 4 سنين وعرفوني كويسه ولا لا. هنا خلصت كل الشبابيك، مسكت كده بقى الاستانلس بتاعت التويلت كلها والحوض والمرايه، هتشوفوا دلوقتي اغسلهم، والبانيو كمان غسلته، وغسلت الماسوره بتاعت الشباك بتاعت التويلت اللي انا كنت بحط عليها الستاره. مفيش احسن من احساس انك تحسي كده وانت داخله التويلت حاسه بطراوه، وريحه التويلت كله كده نظيفه من فوقيه لتحتيه انا غسلته. وطبعا الحته اللي فيها كهرباء ما بكبش فيها ميه، بمسك كده فوطه بمسح حواليها، بس بحاول على قد ما اقدر كده ما اجيبش عليها ميه عشان طبعا ما نتكهربش واحنا في الحمام. ونبصوا انا كتير الكهرباء، وانا اصلا في الطبيعه عندي كهرباء زايده، فلما بتكهرب ممكن من اقل حاجه تكهرب. يعني انا ساجد قبل كده كان قاعد على الدي فريزر وانا ببوسه ورحت اتكهربت منه، يعني انا بتكهرب من اقل حاجه. انا خلاص خلصت وسكت البانيو غسلته، دخلت بقى على الحوض غسلته كده غسله حلوه، واصلا نضيف اول باول بغسله. جماعه انا خلصت الحمد لله، ربنا قواني على الصيام، وتعالوا بقى اوريكم انا عملت ايه. عايزه اقول لكم ان انا حاسه بكميه نظافه غير طبيعيه، الحمد لله الحمد لله. عقبالكم كده ما تخلصوا نظفت الدنيا كلها، والموبيليا والارض والشباك غسلته اول مره اصلا من ساعه ما اتجوزت، وبس المطبخ عامل شويه حاجات بقى فمش هطول عليكم في التصوير. هروح اعمل، كنت عامله طماطم معاكم هعبيها، جبت اكياس ب5 جنيه، وهغسل بقى المواعين. دي اكله كان من امبارح، هبقى اعمل ان شاء الله بكره كده اكله اقتصاديه حلوه برضو، حاجه خفيفه كده في اليوم. والمطبخ اهوت خلصته كله ونضيف يعني قشطه كله قشطه، وكمان التويلت نظفت كله وغسلته وريحته كده جميله وربس وحاجات كتير قوي.
وبس الغسيل حطيته بيتغسل. الجود عايز يقول لكم على حاجه. قول. تمام. انا عطلت، انا عايز التليفون تمام. يقول لكم انا اكلت، عايز التليفون بتاع سبايدر مان. مفيش تليفون دلوقتي، بالليل هتاخدوه شويه وخلاص. شاطر؟ مش دلوقتي، بالليل. مش بالليل. انت ما بتسمعش الكلام. عايز وقت يا جماعه. عايز دلوقتي يا جماعه. سجودي هما كده مش هيحبوكم، مش هيحطوا لك لايكات. مساءات انا كده وقت. خلاص براحتك. باي يا جماعه. انا عايز تعالى اقف معايا نعبي الطماطم سوا، ماشي؟ الطماطم دي تعالي نعبيها سوا. يلا هات الكرسي، يلا نعمل حاجه انا وانت سوا. يلا هات الكرسي بتاعت الكتكوت. بتاعت الكتكوت. جايب كتاكيت يا جماعه، انت شفتها في الفيديو اللي فات. جايب كتكوت وكل شويه بيحط لهم اكل. قول لهم صلوا على النبي. صلوا على النبي يا جماعه. عقبال يا رب ما يكتب لي عمره او حجه ان شاء الله، ويديكم كل حاجه حلوه. بحبكم كتير، ما تنسوش تصلوا على النبي، تدعوا دعوه حلوه عشان الايام دي لا يفتوا بخير.